السلام عليكم ورحمة الله. قبل فترة كنت رايح مكان، فالمقهى موجود جنبها، شفت مكتوب بأنه عندهم مشروب الزنجبيل. قلت له من زمان أنا ما شارب زنجبيل، خليني أدخل أشرب. صديق جيب زنجبيل، جاب لي زنجبيل في الجلاس هذا اللي مقوي الكرتون. شفت شيء يسبح في الزنجبيل، زين هو ما يشبه الزنجبيل نهائيا، يعني قبل ما أنا أشرب. صديق سبون جاب لي الملعقة، طلعت أشوف شيء بودر أو كذا. قلت له إيش هذا؟ قال لي هذا زنجبيل. قلت له هذا زنجبيل الحين أصبح؟ قال لي نعم. عموما حركته، مزجت الماء اللي كان فوق جاي وشربت. هذا يقول عنه أي شيء بس ما تقول زنجبيل، قول يعني يمكن غاسل دش، غاسل صحون بالسائل، فهذه البقايا يعني ماي مع السائل مع وساخة البقايا في الصحون، ما هذا الدش. نادته مرة ثانية، قلت له أنت متأكد هذا زنجبيل؟ قال لي أيوة هذا زنجبيل. على أي حال، زين ما قدرت أشرب، شربت جرعتين يمكن أو جرعة واحدة حتى. لكن اللي لفت نظري في الجلاس، فوق الجلاس كان مكتوب هذا النص: ربما لا تستطيع قهوتنا أن تحل جميع مشاكلك، لكنها بالتأكيد يمكن أن تجعلك أسعد. قلت ما شاء الله، زين دونت العبارة عندي. لما جيت البيت، عندنا نحن جروب مال الحارة، زين على الواتساب. فتحت الواتساب شفت مكتوب بأنه الماي ما في بريشر اليوم. قلت ما شاء الله، إذا صحيح كلامكم، هلت البشائر علينا نحن يعني. الأولى البشائر هذه، زين فصح كلامكم، ما تقدر تحل جميع مشاكلي لكن تقدر تخليني أسعد. شرب القهوة الحين، الكوفي هذا يسموه الكوفي، أصبح لها عادات مقدسة، كل قاعد يمارسها، الحرمة والبنت والعجوز والصغير والكبير، ما تعرف ليش يعني. زين القهاوي متروسة ويشربون أي شيء، يعني سبحان الله. لما تروح المقاهي تسألهم عندكم القهوة العمانية؟ يقول لك لا، عندنا القهوة السعودية. طيب ليش ما موجود القهوة العمانية؟ يعني القهوة العمانية ما في شيء اللي يريح الدماغ ويعدل المزاج. القهوة العمانية ريحة البن، ريحة الهيل، زين طريقة الطبخ، تحميص البن. يقول لك لا، عندنا القهوة السعودية، وعندنا يجيب لك 100,000 اسم من القهاوي، صعب حتى تحفظها لو تجي السنة كامل. مثل يعني لو يجي السنتين ما يقدر يحفظ 3 أسماء منها القهاوي. وبعدين أوكي مكتوب هنا الكوفي كذا قيمته 700 بيسة، مع أنه ليش 700 بيسة ما تعرف. تقول له تجيب لي، بعدين يقول لك أحط هذا الشيء، أحط ذاك الشيء، أحط هذاك الشيء، أحط ذاك الشيء. أوكي حط، لأنه الطقوس أصبحت تيجي لك فاتورة 4 ريالات 5. طبعا أنا ما أسوي هكذا ولا أنا أدخل المقاهي، لكن اللي عارف واللي أشوف يعني. وبعدين جميل واحد يروح يشرب القهوة يصور، يعني بس حال تصوير تدفع 4 ريالات 5 ريالات 6 ريالات. بينما سابقا المقاهي كانت ملتقى اجتماعيا، تلتقي مع أهلك، مع أصدقائك، مع جيرانك، تروح تثقف نفسك. يعني عندنا كانت عدة المقاهي اللي كانت موجودة في مطرح، اللي نحن كنا من روادها، مع أنه كنا صغار السن وقتها، بس كنا من روادها، نحرص نروح نسمع كلام الكبار السن. الأخبار كانوا يجيبونها، قضايا اجتماعية كانت تناقش هناك، يعني ملتقى اجتماعي، كان نادي ثقافي مفتوح في هواء الطلق. في حارتنا، حارة الباب الصغير، هذا الباب الصغير مال سور اللواتية، الباب الكبير على الكورنيش البحر، الباب الصغير كان مطل على الباب الصغير، حارة باب الصغير. الآن تسمى نازي موجة، مع أنه نازي موجة تجي في الخلف، باب الصغير وبعدين التكية وبعدين نازي موجة ومن هناك الكمبار، لكن المنطقة كلها الآن تسمى باب الصغير. تسمى نازي موجة أو حلة الصاغة اللي تجي بعيد. زين هذا الاسم مستحدث، حلة الصاغة، لكن هذه 3 أسماء موجودة يعني في التاريخ ومنذ القدم. عموما
في الليالي الشتوية عندنا كان علي العجمي كان يسوي زنجبيل، يعني ريحته وين توصل. كان ساكن مباشرة وراء بيتنا، نحن بيتنا كان مقابل لباب الصغير وملاصق لمخبز تنور عوض. وعلي العجمي مع أخته وأولادها وزوجها كانوا ساكنين وراء بيتنا مباشرة، جدار واحد كان بين بيتنا وبين بيتهم. فتشوف في الأيام الليالي الشتوية يجيب القهوة، يجيب الزنجبيل ويبيعها. وفي شخص آخر أنا نسيت اسمه، أنا ذكرت في أحد الحلقات اسمه، اليوم ناسي. كان يبيع القهوة، يجيب القهوة يخلي الجمر تحت دلة القهوة، كان دلة كبيرة حج نوعي نسبيا، وكان يلبس كوت في الشتاء أو الصيف. الكوت هذا نصف الكم، سديري نسميها سديري نحن. وكان يحط 5 أقلام، هي مو أقلام، هي تورتش بجلي، زين تشبه الأقلام بنفس حجم الأقلام الصبع هذه، أحمر أخضر أصفر ما أدري، 5 أقلام لازم تكون في جيبه. والسديري يلبسها الصيف والشتاء، رحمة الله عليهم أجمعين. هذول اللي كانوا زين كانوا فاكهة الحارة بالليل. في البيت عندنا تشوف الليالي الشتوية يكون تجمع الأولاد اللي عاشوا مع الجد والجدة، هذه حياتهم يعني ما راح ينسوا طول حياتهم، طولهم عايشين حنان الجد والجدة. فنحن جدنا الله يرحمهم، أبونا أمنا كانوا يحتضنون، لكن جد والجدة لهم طعم خاص يكون، خاصة في الليالي الشتوية لما تكون تشوف الجدة تجي تحكي لك قصص من وين ما كانت، يوم يومين ليل ليلتين تستمر. قنديل يتراقص بالصمت، بريق زنجبيل على النار، ريحة الزنجبيل تعبق المكان. عادة نحن الوقت قليل كنا نشرب القهوة في البيت، نعم عندنا في المأتم في المناسبات الاجتماعية موجودة القهوة، لكن في البيوت كنا نشرب شاي، كلنا أهل المطرح نشربها الصباح والعصر مع الحليب. أما الزنجبيل في الليالي الشتوية تكون نحطها على الموقد، على التشولة هذه الصغيرة في الغرفة، حتى نجيبها في الغرفة، وريحة الغرفة كلها تكون ريحة زنجبيل، تنتعش حواسك. يعني سبحان الله، وين راحت الأيام هذه ما تعرف، وين راح الزنجبيل هذاك ما تعرف. برا تسمع زخات المطر كان يجيب معه الهدوء والجمال. صباح لما تطلع تشوف نسمات هواء الباردة تكون في استقبالك، رائحة الأرض المبللة بالمطر، مستنقعات موجودة، الطيور تشرب مايها. زين، وإيش كان يزين هذه؟ أنا أتكلم في حارتنا لما تكون مستنقعات من المطر اللي كان طايح بالبارحة، ولغاية الآن غيوم موجودة، بعض الغيوم الداكنة موجودة. زين، في الليل تجي، صباح تروح، يمكن تروح مكان آخر، عندها دوام في مكان آخر، وبالليل ترجع نفس مكانها بمطر خفيف اللي يدغدغ مشاعرك، يعطيك إحساس قبل ما تنام، إحساس جميل. عندنا دجاجة كانت تحتضن صيصانها وهم تستمتع إلنا، يعني تجلس تسمع القصص، سبحان الله، تشوفها يعني رافعة راسها وتسمع، وصيصانها تحتها تحتضنهم. هذه الأرض المبللة، ريحة خبز التنور الساخن، وريحة الزبدة البلدية. الزبدة البلدية هذه اللي لونها كان أصفر، تحطها على خبز الساخن تذوب، سبحان الله. يعني نجيب خبز من عوض، نشتري عند ما سعدة، نسميها ماما سعدة، الزبدة نطلعها من القربة من الجلد، زين، بإيدها، ما في لا مرض عرفنا ولا أي شيء عرفنا، رغم الآن نظافة والاهتمام الصحي والبلدية والأمراض منتشرة وفتاكة. زين، تحط إيدها في القربة، تدخل إيدها في القربة، طلع لك زبدة، وهي اللي تدهن الخبز، تقول لك شيل ولدي، ونروح ناكلها، طعم رائع جميل. أيام كانت جميلة عشناها.
ترفع راسك بعد شويه قبل ما تروح مدرسه تشوف الغيوم قاعده تسافر، وراح ترجع المساء في نفس مكانها، عارفه موعدها مكانها. زين، الغيوم تسافر تخلي السماء زرقاء، ترتاح من ريحه، من لون السماء، صافيه، ما بها تلوث، ما بها دخان، ما بها وساخه. زين، ما فيها ريحه زباله تمشي اول صباح تطلع تشم لك ريحه زباله، او تشوف تنكر سحب المجاري قدامك ووراك وروايح منتشره. لا لا، كل شيء كان لطيف جميل، ريحه طيبه، ما في تلوث، السماء صافيه زرقاء. كل شيء تغير الان، كل شيء تغير، مو فقط زنجبيل، حتى المطر تغير. والسلام عليكم. أريد أضيف نقطة صغيرة هنا. القصص، هذه القصة اللي أنا سردتها، لغز اختفاء جمانة، وراح أجيب بقية القصص. في عندي قصص كثيرة، من هذه من أعمالي أنا اللي كاتبها ومن تأليفي. فهذه قصص خيالية ما تستند إلى أي واقع، سواء أحداثها، شخوصها، أماكنها، تواريخها. وربما إذا صادفت في أي جزئية بالحقيقة فمعناته هي مو حقيقة، صادفت صدفة تكون. زين، لكن هي قصص وسرد خيالي ما له أي صلة بالواقع نهائيا. ولغز اختفاء جمانة أنا طرحت هذه القصة تحت اسم فاطمة في سبلة عمان، مصطفى 62. هذا إذا تدخل في صفحتي، أنا كانت عندي هناك أعمال كثيرة، قصص كثيرة وقصص قصيرة كذلك كانت، وراح أسردها. طبعا إذا شفت أنا بأنه في إقبال موجود وتشجيع موجود، راح أسرد أعمالي وقصصي كلها تدريجيا، وأكرر بأنه قصص خيالية ما إلها أي سند بالواقع، ما تنتمي إلى الواقع نهائيا، وإن أحيانا جزئيا فقرة من فقرات زين تطابق الواقع، لكن هي بعيدة عن الواقع. أنا لما عملتها كلها هذه قصص تكون خيالية وما مزجتها بالواقع نهائيا. نشوفكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.